السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرتي الغالية وأسرة قناة ابن الواحة، أهلا بيكم وأهلا بكل اللي بيشوفنا دلوقتي. إن شاء الله في فيديو النهاردة زي ما حضراتكم شايفين ده كلاتش جديد بإذن الله هنركبه لمحاشة البرسيم. طبعا يا جماعة الفيديو ده أنا بعرفك إيه اللي بيخلي سوستة الكلاتش بتتكسر. طبعا بيبقى فيه وردتين من تحت ووردتين مسافة من فوق. طبعا أنا فكيت الكلاتش الجديد عشان انا هركب المسمار وهربط فردة وهشوفها بتتحرك بعد ما اقرب الصامولة او اقرب المسمار. ليه؟ لان يا جماعة الاصول الكلاتش يبقى حر الحركة. انا لما جبت مسمارين بالورد بتاعتهم قبل كده وربطت، جيت احرك لقيت ايه؟ مفيش حركة اصلا يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني انا هبدا دلوقتي افك خلاص بقى، انا قربت على الاخر كده في حركه للكلاتش خلاص، يبقى ايه؟ فيه مرونه مع السوسته. لما تركب السوسته بيفتح ويقفل كده حر الحركه. الاول كانت ورده المسافه كانت مضلعه، فلما كنت بكرب والمسمار قصير فما كانش فيه فضار يخلي الفرده او الكلاتش يروح ويجي فيه تقل في الحركه. يا ريت ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشير للفيديو، وشرف لينا ان انت تنضم لينا لأسرة قناة ابن الواحة. ان شاء الله احنا دلوقتي بنحاول نوفق الوردة مع المسمار مع الوردة اللي فوق، بحيث ان انا لما اكرب المسمار يبقى الفردة الكلاتش حرة الحركة. يبقى خلاص نطمن على الفردتين، وبعد كده هركب الوردتين من تحت والمسمارين من فوق، وهركب الكلاتش كده. انا اطمنت ان ايه؟ هيبقى فيه مرونه، السوسته ما عادتش هتتكسر مني تاني، وده السبب اللي بيخلي سوسته الكلاتش بتتكسر. طبعا انا بحاول كده ايه، هجيب الفردتين جنب بعض وبركب في السوسته دلوقتي. معلش يا جماعه لو الصوره مش واضحه، هي ما فيهاش صعوبة، سهلة ان انت تركب السوستة. انا طبعا ركبت السوستة وراكب وردتين اللي هم من تحت، وردتين مقفولين تمام كده يا جماعة. بجيب المسمار بقى بالوردة المسافة بتبقى فوق، ادي بربط الاتنين خلاص كده يا جماعة. طبعا بأكد عليها بمفتاح البوجو، بقرب المسامير كويس كده يا جماعة. الكلاتش ركب، ده الكلاتش القديم زي ما حضراتكم شايفين في الصورة او في الفيديو، ودي السوستة بتاعته. يعني اكتر من مرة بتتكسر مني السوستة. طبعا انا بصيت للكارونا، لو لاحظنا على جنب كده في الفيديو هنلاقي ان الكارونا الخلفية انا لسه جايبها جديد يا جماعة، لان الكلاتش اكل الحله اللي جوه الكارونا الخلفيه. وانا ان شاء الله باذن الله ناوي اعمل فيديو باذن الله هغير فيه الحله بتاعه الكارونا الخلفيه بعد ما نزلت فيديو اللي هو فيديو بنسة التيل. طبعا فيه بوش حاجه بسيطه كده عشان يقدر يفتح ويقفل ويبقى فيه مرونه في الحركه. طبعا خلاص كده يا جماعه انا عدلت الموتور كده، ان شاء الله كده هبقى اركب المحشه. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم على المشاهدة، وما ننساش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.